وفي يوم ولادته الناس كلها كانوا متجمعين حوالين المولود، وسمعوا المعبودة حتحور وهي بتقسم له الرزق وبتقول له قدره، وعرفوا انه هيموت بسبب تمساح او حية او كلب. وساعتها طلعوا على طول على الملك وحكوله على مصير الأمير، وإنه لازم هيموت على إيد حاجة من التلاتة دول. فقام الملك اتفزع طبعا، وفضل محافظ على الولد من أي حاجة وكل حاجة ممكن تأذيه. ما تروحش هنا عشان ممكن يحصل لك كذا، ما تلعبش مع أصحابك لحسن كلب يعضك، لحسن حية تطلع لك، لحسن مش عارفة مين كده. فضل مخنق عليه عشان خايف لا يحصل له حاجة، لدرجة إنه فضل معيشه في بيت حجري في الصحراء. المهم مع مرور الوقت الواد كبر وزهق من جو الخنقة والخدم اللي محاطينه من كل حتة ده، وكان دايما بيفكر ازاي هيطلع من الجو اللي هو عايش فيه ده، لان بالنسبة له هو لو هيموت فهيموت وخلاص، ومش هيعرف يعني يخدع ربنا. فقام طلع على السطح يفك شوية كده، ولمح من فوق كائن صغير كده عمال يهز بديله ويلعب في كل حتة. فقام سائل الخادم بتاعه ايه ده، هو الكائن ده